دي ان اي مسكر. واضح انه حزب الله وامين عام حزب الله تحديدا حسن نصر الله مشغول بالموضوع اليمني وبمصير اليمن وبمصير الامه، لدرجه انه ما عم ينتبه على مصالحه الشخصيه، ما عم ينتبه على اغراضه، ما عم ينتبه ابدا. انه الزلمه قضى 20 سنه عم يعمل صوره ويصنع صوره، اجى حدا بليله ما فيها ضوء قمر، هو ملهي بمصير اليمن والامه، سرق له الصوره. كيف؟ انا اليوم عندي بكل امانه وموضوعيه شكوى لنصر الله على اللي عم يسرق له صورته. ها تفضل. عبد الملك الحوثي بهي الصوره سارق الباك جراوند، الخلفيه، مش انه سارق وحده، سارق كل الالوان، الحمر والزرق طب خيي ولو نقي لك لون ثاني اخضر، من شو بيشكل اخضر؟ مش لون الاسلام؟ يا ريت بس سارق الخلفيه. لك سارق تقريبا زيت الشعار، اراده لن تنكسر عملها اراده لا تقهر. ايه؟ خي احكي عن العزيمه، العزيمه مثلا، ما هيدي مثل الاراده. سارق سلوغون هو بذاته. ليك 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 الله وكيلك ما مخلى شيء. لك حتى زيت الميكرويات والاصبع، الخاتم حاطه بزيت الاصبع، شيء غريب. طب هلا من كل هالمحلات الالكترونيات بالعالم ما لقيت الا زيت الميكروفون جيب مثله؟ ولو وين الابداع؟ مان هيدي صورة شاغلين عليها الشباب 20 سنة، بدك هيك تلهطها بيومين؟ بس للصراحة الحق عليكم، الحق عليكم، انتم عم تغنجوا زيادة عن زوم صراحة. شخصية وهوية وموقعية سماحة السيد عبد الملك الحوثي انتزع بجدارة صفة قائد الثورة اليمنية، يملك رؤية تتمسك جديا بالحرية، يملك رؤية أمامها يضع الدم في كفه. وخرج السيد عبد الملك الحوثي وبلغة هادئة وأخوية وحريصة عرض الشراكة في مكافحة الإرهاب التكفيري. هذا القائد الكبير والعظيم رغم شبابه والحكيم والشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نصره الله وحفظه وحرسه. طب تفضل. يعني لنقل امين عام حزب الله من امين عام حزب الله سياسي للهاله الكبيره اللي كان عنده اياها لمن فتره مش بعيده، وصار ينقال اسمه مع التشديد والتفخيم والحركات. اخذت وقت، اخذت جهد. الشغل على هيبه الحوثي كثير كثير مبكر. سماحه السيد القائد شو وبدها القد. لا واللذة نصر الله انتبه انه صعبة تنباع. قال رغم صغر سنه او رغم شبابه، القائد الكبير والعظيم والحكيم والشجاع رغم شبابه، رغم انه صعب تقبضوا شو عم بقول، بس معلش بدنا نحاول لان ما عندنا غيره باليمن. انتوا عم بتغنجوه كثير لدرجة انه مش بس مد ايده على الشعارات، اخذ الخطابات كلها حرفيا. انا ليك ما بدي اعمل فتنه بيناتكم انتم اصحاب، بس انه في محل انه بين الاصحاب ما لازم تصير. مثلا اخر خطابين لنصر الله والحوثي. هذا العدوان الذي يقول فيه اربابه وقادته انه من اجل هذا الشعب، كيف يمكن هذا؟ هو يستهدف في اليمن الاطفال والنساء، مئات الاطفال استشهدوا وعدد كبير من النساء استشهدنا. هل هذا هو من أجله؟ قالوا هم المسؤولين السعوديين ومن معهم أن هدف العدوان أو اللي هم بيقولوا الحرب الدفاع عن الشعب اليمني. نعم، هكذا يكون دفاع عن الشعب اليمني. حصار بحري وجوي وبري، تجويع هذا الشعب، ارتكاب المجازر بحق المدنيين والنساء والأطفال. هل يكون الدفاع والحفاظ على الشعب اليمني بقتل الشعب اليمني؟ زيت العبارات، زيت العبارات. طيب ماشي، رح تقولوا لي هلا انه هيدي تركيبه وانه بكل حرب بينحكى عن الاطفال والنساء وهذا موضوع طبيعي او كعرسي. خلينا نشوف الحجج السياسيه.
مثلا السعودية. آل سعود عندهم عقدة هي نتيجة فشلهم الكبير في المنطقة وتراجع نفوذهم في مناطق كثيرة، وهم نتيجة هذه العقدة يصبون كل حقدهم ويعرضون عضلاتهم على اليمن. السعودية ليش تكابر؟ لأنه تعتبر حالها بسوريا فشلت وبلبنان فشلت وبالعراق فشلت وما بعرف وين فشلت، بدها تفتش على نجاح قبل ما تروح على طاولة تفاوض أو تلاقي أو تفاهم. نجاح بسحق عظام وقتل نساء وأطفال الإخوة في البحرين، شعب بحريني أو الشعب اليمني. طب يا سيدي زيت القراءة السياسية وزيت التحليل فهمنا، بس زيت العبارات ماشي. كمان رح يطلع حدا يقول لك انه هيدي بالسياسة مفهومة، بالنتيجة فريق سياسي واحد وهيدا حكي سياسي. بس حتى بالحكي السياسي في إمكانية تقول زيت الفكرة بغير عبارات، بغير تركيب جملة. أبدا، نسخ، كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست. بتحس كأنه عندهم ذات الشخص عم يكتب الخطابين. موقف مجلس الأمن غير مفاجئ. نحن كنا سنتفاجأ بموقف مجلس الأمن لو وقف موقف العدالة والصدق، موقف الحق، كنا سنتفاجأ. مجلس الأمن الدولي للأسف الشديد أخذ القرار اللي أخذه من يومين. ليش متوقع غير هيك يعني؟ مجلس الأمن الدولي يقبل اقتراح الجلاد ويتجاهل الضحية، بل يجلدها مع الجلاد. اوكي حبيبي، اترك له شيء للزلمه، ملكيه خاصه، ملكيه فكريه، اترك لك شيء حجه بس للتاريخ. شو حجه وحده اتركها انه هي له مش لك؟ لا ويا ريت وقفت هون. إن لم يكن أكبر خطر يهدد الحرمين الشريفين هي إسرائيل وأذناب إسرائيل وعملاء إسرائيل وأمريكا، فمن يكون؟ أكثر عنوان مضحك ومفجع في آن هو عنوان الدفاع عن الحرمين الشريفين، تهديده من داخل السعودية، من داخل الفكر الوهابي والثقافة الوهابية. طيب هيدي إشارة أو حجة كتير خاصة، يعني لا مرتبطة بالأطفال والنساء أو بالميدان، لا مرتبطة بالسياسة والنقار مع السعودية. شغلة في حدا اجى قاعد فكر فيها، قال كيف بدنا نعطي الصراع بعد ايديولوجي، طلعت معه خبرية الحرمين. عظيم. اجى الحوسة مثل ما هي كوبي بيست زيت الكلام فيه. يا ريت مد ايده بس على اخر خطاب، لا الزلمه قاعد مرتاح وضعه ولا كأن في حرب باليمن، مركب على الانترنت، نازل نبش بالارشيف تبع الخطابات، كل جمله بتطلع باله بياخذها بركبها بالخطاب تبعه. أنا أقول لشعبنا اليمني العظيم ألا يقلق، أولئك قلقوا فلا يقلق من قلقهم. أنا أستشهد بالآية وأعدل الكلمات: إن تكونوا تقلقون فإنهم يقلقون كما تقلقون وترجون من الله ما لا يرجون. طيب هيدي هينة من كل القرآن ما طلع مع الحوسة إلا الآيات اللي استعملها نصر الله بخطابات سابقة. يا حبيبي من قلة الآيات القرآنية حول الحرب والنصر والصبر والثبات ما بيصير هيك. غير شوي يا رجل. خي ما بدك تغير ما تغير، بس مش ضروري كل فكرة مارقة بخطاب نصر الله تمرق بخطابك. أفي لك شي فكرة مثلا. النصر الإلهي والتأييد الإلهي، وهذا الذي هو ننشده، هذا الذي ننشده. إنني اليوم في يوم النصر الإلهي، في الذكرى السنوية الثانية للنصر الإلهي لانتصار المقاومة ولبنان والأمة. يا إلهي عليك، يا إلهي عليك. إنه مثلا ما فيك تقول نصر مؤزر، نصر رباني، انتصار مقدس، أي شيء. يعني في اشياء بفهم بدك تستعملها، بس كوبي بيست حتى بالاشياء اللي فيك تتفاداها. انه مضطر على النصر الالهي هلا، اصلا مستعجل كثير 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 كثير.
النصر الإلهي أعلن بلبنان بعد ما وقفت الحرب. روق يا عزيزي، روق. ابتكر بعدك على الأول. اعمل خطك الخاص، خطابك الخاص. بعدك شاب مثل ما ذكرنا نصر الله، شاب ومكتر، مش انه شاب. يعني من الأدلة على شبابك بخط إيران هو التالي: هذا العدوان على رأسه أمريكا ومن خلفه إسرائيل. الأمريكية أمريكا، الإسرائيلية، إسرائيل. الأمريكية، هل أمريكا وإسرائيل، إسرائيل، هل أمريكا وإسرائيل، الأمريكا، هل أمريكا وإسرائيل إسرائيل في حضن أمريكا وفي حضن إسرائيل. أمريكية، هل أمريكا، هل الصهاينة، إسرائيل، هل الإسرائيليين، الأمريكيين، هل ستكون أمريكا وستكون إسرائيل. إسرائيل مثل إسرائيل. إسرائيل، أمريكا هي إسرائيل وأذناب إسرائيل وعملاء إسرائيل، وأمريكا هي أمريكا إسرائيل. أمريكا ومعها إسرائيل، من إسرائيل، المؤيد من إسرائيل، المدعوم من إسرائيل، هم الأمريكان والصهاينة والإسرائيليون. أمريكا وإسرائيل، وصاية إسرائيل ومباركة إسرائيل، وتحت قيادة أمريكا، تحت المظلة الأمريكية، ولا في الحضن الإسرائيلي، إلى الحضن الإسرائيلي، إلى الحضن الأمريكي. الدور الأمريكي والموقف الإسرائيلي، مع الموقف الإسرائيلي ومع الموقف الأمريكي. إسرائيل تفرح، إسرائيل مع الموقف الإسرائيلي، وإسرائيل، هل إسرائيل على موقف الإسرائيليين، على موقف الأمريكيين، وإسرائيل فعلوا كما إسرائيل في خندق واحد مع إسرائيل ومع أمريكا. تقريبا 100 مرة قال أمريكا وإسرائيل بخطاب مدته أقل من ساعة. يعني قال أمريكا وإسرائيل مرة ونص بالدقيقة. عم تعمل بالدقيقة ونص، بكل دقيقة ونص إسرائيل أمريكا، يا إسرائيل يا أمريكا، يا اثنين مع بعض. شو بدك دليل على شبابك أكثر من هيك؟ هيدا دليل إنه بعدك جديد بالمصلحة، جديد 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 جديد. ليك نصر الله كان مثلك، بس شوي 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 بلشت تغيب إسرائيل بالخطاب، بلشت تغيب أمريكا بالخطاب، أو على القليل تخف. وبكرة أنت رح تصير هيك، ما تستعجل. بس من هلأ لوقتها لاقي ستيلك يا عزيزي، لاقي ستيلك. لأن ليك اللي عم بيبين مش حلو. عم بحكي هلا أنا من يعني كوميونيكيشن استراتيجي اللي عم يبين مش حلو. مش لابقى إنه يعني مستحي أقولها، بس إنه مبينة صراحة إنه الخطابات اللي ضاقت على نصر الله عم بلبسوك إياها، مش حلوة. تصبحوا على خير.